لو زهقتوا من طرق الفراخ التقليدية والطريقة اللي كلنا متعودين عليها وبنعملها، أو حتى الفراخ المشوية زهقتوا منها وعايزين تاكلوا برضو فراخ تكون طعمها حلو وفي نفس الوقت واخدة طعم الشوي وتكون جوسي وطعمها حلو، هنعمل النهاردة وصفة لذيذة جدا للفراخ. معايا واحدة بصل حجمها متوسط وواحدة طماطم وفص توم اضربهم في الكبة أو مبشورين. حط معاهم بقى نص معلقة من الكمون والزعتر والسبع بهارات والبابريكا ومعلقة من الفلفل الأسود ومعلقة كبيرة من الملح. هحط بقى كمان عصير 2 ليمون، وهنحط كمان حاجة كده هتخلي الفراخ طعمها حلو جدا وشكلها ولونها، وكمان هتخليها طرية، وهي الزبدة. الزبدة أساسية في الوصفة دي، عايزة أقولكم بتفرق جدا في الطعم. هحط كمان بقى معلقة من الخل وأقلب المكونات دي مع بعض عشان نتبل الفراخ. طبعا الفرخة تكون كده مغسولة كويس، منقوعة في خل وليمون كده، ونكون مصفينها من المية كويس جدا. هعمل فتحات كده عشان تتشرب التتبيلة كويس، وهبدأ بقى اتبلها كويس كده وادلكها كويس جدا بالتتبيلة عشان هتفرق جدا في طعمها. هحط بقى الكمية كلها واسيبها كده في التلاجة اقل حاجة ساعتين، او تقدروا تسيبوها ليلة كاملة، وكمان تقدروا تعملوا التتبيلة دي وتشيلوها في الفريزر وتبقى جاهزة على التسوية على طول. ما تنسوش تغطوها وهي في التلاجة. بعد كده طلعتها وسبتها كده تغلي لمدة دقيقة على البوتاجاز، وحطيت معاها 2 لورا و2 حبهان. بعد كده دخلتها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص لمدة نص ساعة، وبقيت بالشكل ده. تقدروا كمان تحطوا لها فحمة لو عايزين تحسوا بطعم الشوي فيها. عايزه اقول لكم كانت مستويه وطعمها لذيذ جدا جدا. متاكده ان انتوا هتجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه.